النهاردة هنعمل مع بعض أحلى تتبيلة للفراخ المقرمشة، خطيرة. وكمان هعمل معاها المكرونة بصوص جديد وهيعجبكم قوي. هنبدأ بخليط نقع الفراخ. هضيف الرايب، أنا هستخدم كيلو من الفراخ وكل المقادير بالظبط هكتبها لكم تحت الفيديو. هضيف عليه بضاية، وكمان هضيف نص معلقة من كل التوابل اللي هقولها لكم: فلفل أسود، وهضيف معلقة من الملح، ونص معلقة من توم بودرة، وكمان البصل بودرة. وبحب أضيف ربع معلقة من الفلفل الحار، دي اختياري، مش حابينها خلاص. وهضيف نص معلقة من الكاري والبابريكا المدخنة، وهقلب كل الخليط ده مع بعضه. وبعد كده هضيف عليهم الفراخ أنا بحب أقطعها تخينة شوية مش رفيعة قوي، وهقلبهم كويس وهسيبهم في الخليط حوالي ساعة تاخد من كل التتبيلة. وهنا محضرة ده بانكو وكمان بقسماط عادي، رشيت عليهم رشة من الفلفل والملح، ممكن نستخدم بقسماط عادي لو مفيش بانكو. وضفت النشا، وكمان هضيف بقدونس مجفف او ممكن فريش. وهقلب كل الخليط ده مع بعضه، وكل طبعا المقادير هكتبها لكم بالتفصيل تحت الفيديو. وبعد ما سبت الفراخ في خليط النقع حوالي ساعة، ممكن نسيبها أكتر من ساعة، وممكن نتبلها من بالليل، وتاني يوم نبتدي نحط عليها الطبقة الخارجية ونقليها. هحطها في خليط البقسماط والبانكو وادوس عليها بالشكل ده. مهم قوي ان انا ادوس عليها كويس علشان الطبقة الخارجية تلزق عليها كويس جدا. وبعد كده هخلصهم كلهم واحطهم في التلاجة حوالي نص ساعة قبل القلي. مهم جدا احطهم نص ساعة قبل القلي. وبعد كده هقليهم في زيت عادي جدا، لونهم بيطلع حلو قوي وبتطلع مقرمشة جدا. هسيبها تبرد وهنعمل مع بعض المكرونة. هستخدم المكرونة العريضة، هبدأ أسلقها، وأول ما تبتدي تدخل في السوا في الطاسة بتاعتي هحط زبدة مع زيت، وهضيف شرايح الثوم. نضيف شوية كويسين كده من الثوم، وبعد ما يتقلبوا مع بعض وريحتهم تبدأ تطلع هبدأ أضيف الإضافات اللي هكتبها لكم برضو بالتفصيل تحت الفيديو: صويا صوص، وكمان هستخدم النهاردة ده الترياكي صوص، ولو مش متوفر عندكم هكتب لكم مقاديره برضو تحت الفيديو. وبعد كده هضيف رشة من الملح والفلفل، وطبعا ده بنظبطه لان الصويا صوص بيبقى فيه ملح اساسا. وهنقلب تقليبة، وبعد كده هنهدي النار خالص، وهضيف جبنة بارميجان، دي اختيارية، لو مفيش ممكن نستخدم اي نوع جبنة تاني بتحبوها. وبعد ما المكرونة خلاص اتسلق هناخدها على طول ونضيفها على الصوص بتاعنا. مش قادرة اقول لكم المكرونة بتطلع خطيرة جدا جدا. هقلبها، وده شكلها في الاخر. وبعد كده نقدم الطبق بتاعنا. اكلة سهلة وبسيطة وسريعة وطعمها يجنن وهتعجبكم قوي قوي. جربوها وقولوا لي رأيكم.